لو انتي من الأمهات اللي بتحاول تعمل كل حاجة وتعمل كل حاجة بمثالية شديدة وما تغلطش خالص ودايما في الآخر حاسة بإرهاق شديد، هقولك على السر اللي يخليكي تركزي على المهم بس وتسيبي الكمالية اللي بتدمرك. لو انتي واحدة من الأمهات اللي بتحاول تعمل كل حاجة بالمثالية، البيت مترتب 100%، الأكل 5 نجوم، الولاد زي الفل، وفي الآخر منهارة. الفكرة ان احنا متربيين ان الام المثالية لازم تبقى بتعمل كل حاجة، بس ده مستحيل وبجد بيدمر صحتنا النفسية. الفكرة ان ام مرتاحة نفسيا احسن مليون مرة من ام مثالية بس محبطة ومنهارة. الحل انك تختاري كل يوم 3 حاجات مهمين، زي مثلا الولاد كلوا، البيت مترتب، انتي كويسة، كده تمام قوي على فكرة. وقبل ما تعملي اي حاجة دايما اسألي نفسك، هل ده هيفرق بعد 5 سنين؟ لو الإجابة لا، سيبيه أو أجليه أو اطلبي من حد تاني يعمله. ولادك محتاجين أم سعيدة مش أم منهارة من كتر المحاولات، وانتي تستاهلي تعيشي مش بس تجري ورا الكمال. النهاردة عايزاكي تختاري 3 حاجات مهمين وتسيبي الباقي تماما. اعملي كومنت على البوست ده وهبعتلك الكورس بتاع البيرن اوت اللي هيقدر يساعدك في اللي انتي بتمري بيه.